السلام، مرحبا بكم في القناه ديالي شهوة سوكيش. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جبت لكم فيديو جديد. اليوم غادي نشارك معكم بطبط معمر بالخضر والطون. كيجي صراحه زوين بزاف ولذيذ وسهل في التحضير، ما كياخذش منا بزاف ديال الوقت. نخليكم دابا ان شاء الله مع الطريقه ديال التحضير وفرجه ممتعه. بالنسبه للمقادير ديال الحشوه كنحتاج خيزوه محكوكه غليظه مع 4 الكرعات حتى هما محكوكين غلاظ. كنحتاج كذلك 4 المعالق كبار ديال المعدنوس بوحدو، تقدروا تستعملوا قزبر معدنوس ماشي مشكل. كنحتاج كذلك فلفله خضراء كبيره مقطعه مربعات صغار مع 2 بصلات خضاريات حتى هما مقطعين، نص كاس مخلط ما بين زيت الزيتون وزيت نباتيه. وفي العطريه عندي معلقه صغيره ديال الملح، معلقه صغيره ديال القزبر حبوب، عندي نص معلقه صغيره ديال البزار ومعلقه صغيره ديال التحميره. كناخذ مقله كندير فيها الزيت هو الاول، من بعد كنزيد عليها الزبده وكنشعل عليهم وكنخليهم كيتشحروا على عافيه عاديه. غادي نزيد عليهم الفلفله الخضراء صافي، وغادي نخليهم كيتشحروا مع بعضياتهم مزيان. تقدروا تستعملوا حتى فلفله الوان حتى هي كتجي زوينه في هذه الحشوه هذه. هنا كيف ما كتشوفوا معايا الفلفله والبصله بعد ما تشحروا مع بعضياتهم غادي نزيد عليهم القرعه. هنا كيف ما كتشوفوا معايا القرعه كيف ما قلت لكم استعملت 4، الا كانت عندكم القرعه صغيره تقدروا تستعملوا حتى 5 او 6. صافي غير كتشحر حتى هي غادي نزيد عليها خيزو. بالنسبه للقرع والخيزو ما كياخذوش منا بزاف ديال الوقت باش يتشحروا. غادي نزيد دابا العطريه كامله اللي عندي وغادي نشحر عاوتاني هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم حتى كتدخل العطريه في الخضر اللي درت معاها. صافي هنا كيف ما كتشوفوا معايا الخضره من بعد ما تشحرات غادي نزيد عليهم المعدنوس وكنخليه هو الاخر باش كيبقى المذاق ديالو باين. صافي غادي نشحروا مع المكونات واحد شويه مع بعضياتهم. من بعد غادي نزيد عليهم تقريبا راس معلقه صغيره ديال الهريسه اللي كتبقى اختياريه. انا هنا درت الهريسه غبره، تقدروا تعوضوها بالهريسه المعجونه حتى هي كتجي زوينه بزاف وكتخلي الحشوه كتجي لذيذه. صافي الحشوه بعد ما كتوجد غادي نزيد عليها الطون وكنضيفوا بالزيت ديالو. تقدروا تستغناو على هذه المرحله هذه، وبالنسبه للطون تقدروا حتى هو تستغناو عليه وتخليوه نطبط غير بالخضره. صافي غادي نشحرها مزيان مع بعضياتهم وغادي نطفي عليها. وفاتتنا غادي ندوزي ان شاء الله باش نصايب العجينه ديال البطبوط اللي كنحتاج ليها زلافه ديال القمح من خالته مع 2 زلايف ديال الفورص وزلافه ديال الحرش اللي هو الفينو، 4 كاس ديال زيت نباتيه، معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، معلقه صغيره ديال الملح والماء دافي لجمع العجين. كنزيد الخميره ديال الخبز، من بعد غادي نزيد الزيت نباتيه. غادي نخلط هاد النواشف واحد شويه من بعضياتهم، من بعد غادي نبدا نزيد في الماء دافي وكنضيفوه شويه بشويه حتى كتجمع لي العجينه ديال البطبوط. وفي الماء كنزيد الماء دافي كنزيد في السرعه ديال العجانه. صافي هنا العجينه بعد ما قربت تجمع غادي نزيد عليها الملح كندوبها بشويه ديال الماء دافي. صافي وغادي نعاود نخلط هادشي كامل حتى كتدخل لي الملح في العجينه. صافي كنخلي العجينه ديال البطبوط كتسدلك تقريبا لمده ديال 5 دقائق حتى كيولي الشكل ديالها كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو. صافي ديك الساعات غادي نغطي عليها بالسلوفان وكنغطي عليها بالزيت وكنخلي العجينه حتى كتخمر وكيتضاعف الحجم ديالها. صافي ديك من غير نسالي غادي نحيد عليها الزيت ونحيد عليها السلوفان حتى هو. هنا كيف ما كتشوفوا معايا العجينه بعد ما كيتضاعف الحجم ديالها غادي نخرج من هذاك الهواء اللي تيكون فيها ونحطها في سطح العمل. صافي غادي ندير غير واحد 2 ديال الدقائق تقريبا. صافي هذا هو شكل العجينه كيفاش خاصها تكون. غادي نبدا نشكلها دابا كويرات اللي كيكونوا متوسطين وكنحاول انني نديرهم بنفس العبار وبنفس القياس. صافي غير كنشكل الكويرات غادي نبدا نقادهم بهذا الشكل هذا. صافي كنجمعهم حتى كنقاد الكويره كتولي مقاده. كنبقى غاده على هذا الشكل هذا حتى كنكمل الكويرات كاملين وكندوزهم في شويه ديال الفينو هكا باش ما يبقاوش يلصقوا. والكويره اللي ساليت منها كنحطها في الجنب. صافي هنا كنعاود عاوتاني ناخذ كويره اخر كنجمعها بنفس الطريقه وكندوزها في الفينو. الكويرات من بعد ما قديتهم كاملين كنرش شويه الفينو في سطح العمل وكناخذ اول كره بديت بها كنرش عليها حتى هي الفينو وكنبسطها بايدي كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو. تقدروا تستعملوا حتى الدلاك ماشي مشكل.
غادي ناخد العماره تقريبا كل بطبوطه كنعمرها بجوج معالق كبار ديال الحشوه. صافي كنبدا نجمع لها هاد الجوانب هادو بالطريقه هادي وكنزير عليهم من التحت. صافي من بعد غادي نرش عليها بشويه ديال الفينو. صافي غادي نحطها على جنب. كنبقى غادا على هاد الطريقه هادي حتى كنعمر الكويرات كاملين بالحشوه اللي وجدتها. صافي كناخد من بعد كره اخرى حتى هي كنبسطها بايدي وكنحط فيها الحشوه من الوسط. صافي غادي نجمع لها الجوانب بهذه الطريقه هذه. وملي كنكون كنجمع ما كنزيرش على البطبوطه بزاف هكا باش ملي نبغي نبسطها مزيان من بعد ما تخرجش لي الحشوه. صافي من بعد ما كنسالي الكويرات كاملين في التعمار غادي ناخذ البطبوطه اللي كنكون عمرتها بالحشوه كنرش عليها شويه ديال الفينو كنعاود نبسطها عاوتاني. من بعد كناخذ مقله كنشعل لها تسخن مزيان من قبل كنرش عليها شويه ديال الزيت. صافي وغادي نبدا نطيب فيها دابا البطبوط وكنطيبو على عافيتكم متوسطه هكا باش كيطيب لي على خاطرو وما كيتحركش ليا دغيا. صافي غير كيبان لي البطبوط كينشف من التحت غادي نقلبو باش يطيب على الجهه الاخرى. وغير كنقلب الضبوطه كنرش عليها عاوتاني شويه ديال الزيت نباتيه. صافي كنبقى مره تنقلبها حتى كتبان لي تحمرات من الجويه بجوج. صافي هنا كيف ما كتشوفوا معايا هاد البطبوطه هذه من بعد ما بدات كتحمر من الجوانب بجوج. صافي غادي نحيدها. هذا هو الشكل ديالها من بعد ما كطيب. صافي في نفس المقله غادي نرمي فيها بطبوط اخر نخليها حتى هي كطيب وكنبقى غادا حتى كنطيب البطبوط كامل. كيف ما قلت لكم غير كتبان لي البطبوطه بدات كتنشف من التحت كنقلبها باش كتحمر على الجهه الاخرى. وديما فين ما كنقلب البطبوطه كنرش عليها شويه ديال الزيت من الفوق هكا باش ديك الحموريه ديالها كتبان. صافي كندورها على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا بطبوطه كتجي هكا منفوخه ومفشفشه. وكيف ما كتشوفوا معايا حتى الحموريه ديال البطبوطه باينه. وبالنسبه لهاد الطريقه هذه كتخلي البطبوط كيجي محلول من الداخل. هذا هو الشكل النهائي ديالو بعد ما كنطيبو كامل. كنتمنى ان هاد الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وإلا عجبتكم جربتوها ما تنساوش تقولوها لي في لي كومونتير وما تنساوش تقولوا لي حتى شنو تبغيوني نشارك معكم في لي فيديو الجايين وشنو هما الوصفات اللي تبغوا تشوفوا الطريقه ديالي في التحضير ديالهم. نخليكم دابا ان شاء الله مع النهايه ديال الفيديو بالصحه والراحه.